مفيش حل للأزمة اللي احنا كمصريين فيها غير بالرجوع لربنا. لو رجعنا لربنا وكل واحد اتقى الله الأزمة هتتحل. دايما لما بيحصل مشاكل أو بيحصل أزمات كل واحد بيفكر في السلطة بتاعته، ازاي يعزز السلطة بتاعته، مش ازاي يحل، مش ازاي يساهم في رفع المعاناة عن البشرية وعن الإنسان ومواجهة قوة بتحاول تحول الإنسان لسلع وتحول وتختزل قيمة الحياة في الفلوس أو في الأسد أو في الحاجات دي. افتحوا لحساب أي واحد سياسي، أي واحد سياسي يقول لك حل الأزمة المصرية، الأزمة الاقتصادية هو حل سياسي من الدرجة الأولى. افتحوا حساب أي واحد حقوقي يقول لك إحنا مش اقتصادنا مش هيزدهر وهيتطور غير ده كان في ديمقراطيه واحترام لحقوق الانسان. طبعا احنا كلنا مع الديمقراطيه ومع حقوق الانسان طبعا يعني. طب الصين يا جماعه لا فيها ديمقراطيه ولا فيها احترام لحقوق الانسان بالشكل والمعنى اللي موجود في امريكا وكندا والدول الغربيه، ومزدهره اقتصاديا. وانتوا يا مشايخنا اتفرجوا، كل الدول التي لا توحد الله اصلا كلها احسن مننا. الهند احسن مننا وهم ناس مذيعين، الصينيين احسن مننا وهم ناس اصلا ما عندهمش فكره الدين ده ماشي ازاي، الامريكان والاوروبيين والكنديين احسن مننا وهم ناس مسيحيين، الاسرائيليين احسن مننا وهم ناس يهوديين. فانت دايما في اوقات الازمات نرجع للبديهيات يا جماعه، البديهيات. محدش هيكلمك عن الحلول الحقيقيه. كل واحد البديهي في الموضوع ده ان كل واحد يعنيه السلطه بتاعته. الشيخ يعنيه سلطته المعنويه على قلوب الناس، السياسي يعنيه سلطته السياسيه، رئيس الدولة يعني سلطته السياسية برضه. فكل واحد بيدور على سلطته ومحدش بيدور على الناس. زي ما بيقول محمد منير، دور على الناس تلقى الناس في قلوب الناس. باي.